ثلاث غلطات كارثيه بتقع فيهم لما تيجي تشتري موبايل جديد، والمصيبه ان الغلطات دي بتخليك تدفع فلوس زياده في حاجات ملهاش لازمه. اول غلطه الميجا بكسل. اول ما يسمع 108 ميجا بكسل يقول لك خلاص الكاميرا دي قويه جدا، بس الحقيقه ان عدد الميجا بكسل مش كل حاجه. اللي بيفرق فعلا هو حجم المستشعر ومعالجه الصور وفتحه العدسه. يعني ممكن كاميرا 50 ميجا بكسل تديك صور احسن من كاميرا 108 ميجا بكسل، واكبر دليل على كده هو الايفون. تاني حاجه المساحه والرام. اول ما تشوف 8 جيجا رام و256 جيجا بتقول خلاص ان الموبايل ده قوي. في الحقيقه ان الموبايلات الاقتصاديه كلها بقت بتيجي بالرقم ده. المهم دلوقتي هو سرعه المعالج ونوع الذاكره المستخدمه. يعني موبايل برام كتير ومعالج ضعيف اكيد التجربه في الاخر هتبقى سيئه. ثالث غلطه ودي انا نفسي كنت بقع فيها، ان الموبايل اللي سعره اغلى دايما احسن. بس في الحقيقه ان في موبايلات ارخص بتقدم مواصفات اقوى بكتير من موبايلات اغلى منها. يعني السعر مش دايما معيار، واهم حاجه هي المواصفات الفعليه للجهاز. لو بعد الفيديو ده لقيت نفسك كنت هتقع في واحده من الغلطات دي، اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه، وهقول لك ازاي تختار الموبايل المناسب ليك باقل سعر.